جدول موزلي. طيب تعتقد يا صديقي كده ان جدول موزلي هيجي لوحده كده؟ اكيد طبعا في حاجه غيرت او في حاجه ساعدت انه يعيد ترتيب العناصر. ايه بقى اللي عاده او ايه اللي حصل اجبره او ساعده انه يعيد؟ تعال نشوف يا صديقي. مين بقى اللي ساعده؟ هذا الرازرفورد. رازرفورد، ما انا خدته قبل كده يا مستر رازرفورد. خدناه في بنية الذرة، تمام. اللي هو رازرفورد اللي عمل اول نموذج. ده عمل اول نموذج تجريبي للذرة. هنا بقى اكتشف ان الذرة فيها بروتونات موجبة. بروتونات موجبة. هو ما كانش اكتشفها مندليف، ما كانش اكتشفها مندليف. الاكتشاف ده مين بقى اللي خده؟ اللي خده موزلي. قال له اهلا بك يا رازرفورد، الاكتشاف ده عاجبني قوي. انت قلت لي ان في بروتونات، يبقى اذا كده يبقى في عدد ذري، صح؟ تمام. قال له يا مندليف متشكرين على راسنا ومقدرين تعبك ومقدرين مجهودك، بس للأسف هنضطر نعيد الجدول تاني. انت كان تدرجك غير منتظم، لا احنا هننظمه التدرج بقى. انت يا مندليف كنت بتوزع على حسب الكتل الذرية، وده خطأ. المفروض لما تيجي تصنف وتعمل جدول دوري ما تصنفش على حسب الكتل الذرية والوزن، امال تصنف على حسب العدد الذري. تعال نشوف يا صديقي. موزلي نتيجة اكتشاف رازرفورد اكتشف هو راخر اكتشاف ان دورية العناصر ترتبط بالعدد الذري اللي هو زد، والزد اللي هو عدد البروتونات، خلاص، وليس ترتبط بالكتل الذرية كما كان يعتقد مين؟ مندليف. مين صاحب هذا الاكتشاف؟ انه الموزلي هذا، تمام. شايفينه انيق ازاي؟ تعال بقى نشوف بقى يا صديقي، يا ترى موزلي بقى هيعمل ايه في جدول مندليف؟ هيلغيه خالص؟ لا مش هيلغيه خالص، ولا هيعمل عليه تعديلات. طب ايه هي التعديلات؟ يلا بينا نشوف. أعاد ترتيب العناصر تصاعديا، يعني من الصغير للكبير، على حسب أعدادها الذرية، بحيث يزيد العدد الذري لكل عنصر عن الذي يسبقه بمقدار واحد، يا بروتون يا واحد، صحيح. يبقى الام أزيد من الاكس بواحد مثلا، والزد أزيد من الام بواحد، خلاص. يبقى في الصفوف الأفقية كل واحد يزيد مقدار كام؟ واحد. يبقى كده يعتبر منتظم، خلاص. يبقى ده تدرج، كده تدرج ايه؟ منتظم. عكس مين؟ عكس مندليف، تمام. تاني حاجة أضاف إلى جدوله الغازات الخاملة اللي لسه واخدينها. الغازات الخاملة ديت اللي هي الغازات النبيلة، هيليوم، نيون، أرجون، كريبتون، زينون، رادون. في عهد مندليف ما كانوش اكتشفهم، هو ده اكتشفهم وحطهم في مجموعة على بعضها، خلاص، تليق بالمقام بتاعها. تاني حاجة أضاف العناصر التي اكتشفها أثناء مندليف أو بعد مندليف. مندليف كان جدوله 67، خلاص. أكيد بعد الفترة الزمنية العلماء اكتشفوا اكتشافات تانية، خلاص. يبقى عمل كام تعديل؟ عمل 3. عاد ترتيب العناصر تصاعديا حسب أعدادها الذري، بحيث كل عنصر يزيد على اللي قبله بواحد. 11 يبقى اللي بعده 12، اللي بعده 13، اللي بعده 14، اللي بعده 15. يبقى كده في تدرج منتظم، خلاص. تاني حاجة أضاف الغازات الخاملة. تالت حاجة أضاف العناصر المكتشفة حديثا.